صباح الخير بالليل على حسب توقيتكم. تعالوا نعمل النهارده بقى الكيك المفضل عندي، وهي كيكة البرتقال اللذيذة في الخلاط. 5 دقايق بس وهتحضريها، وكمان غنية جدا بفيتامين سي لاننا هنحضرها بالبرتقال الكامل، يعني البرتقالة بقشرها، مش هنرمي اي حاجة خالص في البرتقال. لا ومش بس كده، هتنفعنا جدا لتقوية جهاز المناعة في الشتاء ونزلات البرد، وكمان هشة ولذيذة جدا جدا، وطعمها بجد يجنن، وطريقتها سهلة جدا يا جماعة، والولاد هيحبوها جدا جدا. ودي يا جماعة كيكتي المفضلة واللي معتمدة طريقتها من سنين، بس اليومين دول انتشرت وبقت ترند جدا. قال يعني بقى اختراع جديد وكده، مش موجودة من زمان اصلا. لو اول مرة بقى تتابعوني، ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هحتاج 3 بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، وكمان هحتاج برتقانة هنكون مقشرينها واخدين القشرة الرقيقة اللي بتبقى بره، ونحاول على قد ما نقدر ما ناخدش القشر الابيض. هنحتاج كوباية من السكر، ورشة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ومعلقة ونص من البيكنج باودر، كوباية الا ربع من الزيت، ودي كوباية اللي بعاير بيها يا جماعة. وهحتاج كوبايتين من الدقيق. وفي الخلاط بقى على طول كده هننزل بقى بالبيض كده، وبعدين هننزل بالفانيليا والزيت والبرتقان، وكمان هنحط السكر. وبس كده بقى على الخلاط لحد ما الخليط ينعم معانا خالص، وما يبقاش فيه اي حاجة باينة من البرتقال. بجد يا جماعة البرتقانة بتدي طعم حلو جدا من غير بقى ما نضيف اي عصير او اي حكاية، البرتقانة كده منها فيها. وبعد ما ضربنا الخليط كده كويس بقى، هننزل بالملح والبيكنج باودر على الدقيق، وننخلهم كويس كده علشان الكيكة تطلع هشة معانا. وهنضربهم بقى ضربة. لو لقيتوا الخلاط مش بيمشي معاكم، ادوها تقليبة كده، وبعدين ادوها ضربة كمان، وبس كده. وممكن بقى تكملوا باقي الكيك في الخلاط من غير ما تفضوها في البولة زي ما انا هعمل كده. هنفضيها بقى في اي بولة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده الخليط لسه تقيل جدا، فاحنا بقى معانا كوباية من المية السخنة المغلية، وما تخافوش طبعا مش هتعمل اي حاجة ولا هتأثر على البيض. نزلت كده بربع كوباية الاول، وبعدين قلبت كده بالمضرب بالراحة، لقيتها لسه محتاجة فزودت ربع كوباية تاني، يعني هي كده اخدت نص كوباية من المية بس. وممكن طبعا تستبدلوا المية بالحليب او بعصير البرتقال زي ما تحبوا، هتبقى مظبوطة جدا زي ما انتوا شايفين كده. القوام هيبدأ يظبط معانا، وهو ده بقى القوام المطلوب زي ما انتوا شايفين كده. قوام ولا هو تقيل ولا هو خفيف. لما برفع المضرب كده بينزل كده زي السرسوب، وبيعلم شوية كده على الخليط وبعدين يختفي تاني. وبس خلاص يا جماعة كده الكيكة خلصت، مفيش اسهل من كده. تعالوا بقى هنحط الكيك في الصينية. انا حطيتها في صينية مقاس 20 في 30. تقدروا طبعا تستخدموا مقاس صينية اصغر، هتبقى مرتفعة معاكم اكتر. ومقاس الصينية المدورة يكون 26، هيكون كويس جدا ومناسب للكيك، وهيدوكوا كيك مرتفع وحلو. بعدين الشيش طاووق كده، وهنبدأ نعمل خطوط عشوائية علشان نطلع اي فراغات في الكيك او بظهر معلقة، وبعدين هنديها خبطتين كده على الرخامة، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. بعد نص ساعة هتبدأ تطلع ريحتها كده وتبقى مالية البيت كله كده، هتبقى دخلت خلاص في السوا. نستنى عليها 10 دقايق كمان، وبعدين نختبرها بالخلة من النص. لو طلعت نضيفة يبقى كده استوت وتمام جدا. شايفين بقى حلاوتها يا جماعة بعد ما استوت. طبعا معروف ان الكيكات اللي بيبقى فيها خضار او فاكهة ما بتبقاش مرتفعة قوي، لان احنا عاملينها بالقشر كمان، يعني فيها الياف عالية من البرتقال، وده طبعا علشان ناخد الفايدة كلها اللي في البرتقال من فيتامين سي، وكمان تبقى مفيدة جدا لجهاز المناعة، وتبقى حلوة قوي للاولاد في الشتاء. وما تقلقوش خالص من قشر البرتقال يا جماعه، مش هيديكوا اي مراره، لان احنا طبعا بنبقى واخدين القشره الرقيقه اللي ورا بس، بعيد بقى عن القشره البيضه اللي بيبقى فيها نسبه مراره كده. بس هي بصراحه طعمها جميل قوي قوي، وكمان قشر البرتقال بيديها لون حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده. غير بقى طبعا الريحه بتبقى حلوه قوي قوي ومفحفحه كده. البرتقال طبعا ريحته جميله جدا، واكيد طبعا كلنا بنحب البرتقال، مفيش حد بيختلف عليه خالص. وهتبقى حلوه قوي للاولاد في اللانش بوكس، وهيحبوها جدا ومفيدة جدا جدا. وكمان طعم البرتقال يا جماعة حلو قوي قوي بجد، مش هتبطلوا اكل فيها من حلاوتها وريحتها الحلوة اللي قلب الدنيا كلها. شايفين بقى الحلاوة يا جماعة طرية جدا وهشة، وكمان تنفع بقى مع كوباية الشاي الصبح كده او النسكافيه، بتبقى لذيذة قوي قوي. وبس خلاص كده خلصنا الكيكة بتاعتنا، جربوها بقى اتمنى تعجبكم.
لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.